لمحبين الفتة والقرنبيط. حضرنا لكم اليوم وصفة سهلة وسريعة وصحية. عم بستعمل خبز اللبناني وححمصهم أفضل من القلي. كمان بالنسبة للقرنبيط حاشويهم بالفرن، وهلا بدي تبلهم بالثوم والكركم والملح والكزبرة وزيت الزيتون. عم بخلطهم منيح وحفوتهم على الفرن. من بعد ما شويناهم بالفرن هلا بدي زيد عصرة حامض عليهم تعطيهم طعمة طيبة. والبندورة كرزية بدي شوحها أنجأ بشوية زيت مع الملح والكزبرة والبهار الأسود، واللحمة عم بقليها مع البصل والقرفة والبهار الحلو. ولكبايتين لبن بدي ملعقتين طحين كبار، ملعقة ونص ملح وسط، حص ثوم، ملعقتين زيت زيتون كبار، وبدي اخلطهم منيح ليصير عندي هيدي النتيجة. وهلا بدي بلش بالسكب. عم بسكب اللبن، كمان البندورة الكرزية بوزعهم بالصحن لألعب بالألوان. عم ضيف الخبز المحمص، كمان بدي ضيف القرنبيط. الريحة بتشهي لا تقاوم. وهلأ بدي ضيف اللحمة، كمان المواد الزينة اللي هي الرمان، الزراشك، هني هودي الحوامض بيعطوها طعمة طيبة لهي الفتة. وأنا حمصت القلوبات أنجا بشوية سمنة وعم ضيفها على الوجه. كمان بدي ضيف الخبز اللي حضرتها الجدلة على الوجه. وهيك صارت وصفتنا جاهزة. بنصحكم تجربوها ولا أطيب من هيك.